هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سوالف طبية. دكتور محمد قلي حياك الله معنا. الله يحييك. هلا والله. الله يسلمك. إن شاء الله الدكتور محمد قلي حضرتك مختص في الأسنان بشكل عام وبالتحديد التقويم واللثة. دكتور شنو يعني تخصص اللثة؟ هل اللثة تختلف من شخص لشخص؟ أبي أتكلم عن اللثة بشكل عام وأيضا عن المشكلات الصحية اللي تصاحب اللثة. تمام. تخصص اللثة هو التخصص اللي يدرس الأنسجة المحيطة بالأسنان. طبعا الأسنان نفس التربة المحيطة حوالينها هي اللثة. صحيح. لما نتكلم عن اللثة فيه يصيبها أمراض نوعين اللي هو أمراض اللثة المزمنة وأمراض اللثة العادية الطبيعية يسمونها الجنجيفايتس وبيريدونتايتس. حق الزملاء اللي يكونون معانا متابعين أشرح لكم الفرق. لما شخص ما يفرش أسنان لفترة من الزمن يصير عنده التهابات اللثة بس ما وصلت للعظم. نعم. لما يصير عنده التهابات اللثة والالتهابات وصلت للعظم يكون هذه يسمونها البيريدونتايتس اللي التهابات اللثة المزمنة. زين دكتور، منو الشخص اللي تصيبه التهابات اللثة؟ نعم. أي شخص ما يفرش راح تصيبه التهابات اللثة بالأنسجة الخارجية اللي هي الوردية أو اللي تصير عندنا هالشيء. أوكي. الأشخاص الثانيين يعتمد على مناعة جسمهم. أوكي. أثبتت الدراسات العلمية، راحوا في مكان كان عندهم اللي يعملون حق يأخذون الشاي. تمام؟ أوكي. اكتشفوا انه شنو خذوهم ما عمرهم شافوا دكتور اسنان ولا شيء. تمام، خذوهم وفحصوهم اكتشفوا ان في جزء منهم صار عندهم امراض لثه مزمنه متقدمه. أوكي. في ناس متوسطه، في ناس ظلوا بالمرحله الاولى ما تقدموا. من هذه الدراسات عرفنا ان جزء مهم من تقدم هذه الامراض ان هي وجود البكتيريا، طبعا عدم تفريش الانسان من هذه السوالف هذه. صحيح. بالاضافه الى مناعه الجسم. شنو قصدك مناعه الجسم دكتور؟ معناته الجسم ساعات لما يشوف البكتيريا يشوف شخص كنا قاعد يهاجمه. صحيح. وانت اذا احد بيهاجمك شنو بتسوي؟ دافع عن نفسك. دافع عن نفسك عن طريق شنو؟ ساعات ينحاش. أيه. فالجسم يشوف البكتيريا فينحاش، يتاكل العظم، اذا ما اهتم ممكن الضرس نفسه يتقلقل ويطيح. صحيح. ممتاز، شرح صراحه جميل دكتور والمثال اجمل. دكتور بالنسبه حق اللثه في ناس مثلا يفرشون لكن ايضا تصيبهم بعض المشكلات. دكتور هل المشكله تكون بس في التفريش وعدم التفريش ولا في سلوكيات اخرى ممكن تؤدي الى امراض في اللثه؟ نعم، هو يعتمد على لان الضرس له اسطح مختلفه، التفريش بس يسطح الخارجيه والداخليه. صحيح. فعندنا اسطح بين الاسنان. صح. فبين الاسنان لازم نستخدم مثلا الخيوط. نعم. واجهزه معينه عشان ننظف بين الاسنان. أوكي. فهو اغلب المشاكل اللي تصير باللثه والجيوب العميقه تصير بين الاسنان مو بالاسطح الخارجيه. لان احنا نفرش. فتلاقي الناس وايد تلاقون يفرشون ما شاء الله وايد يفرشون. صح. بس بين الاسنان هاملين. خاصه لما يكون الاسنان لازقين ببعض هني المشاكل. صحيح. منو اللي محظوظ؟ اللي عنده فتشات بين اسنانه لان السعابي اللي تدش وما يتسوي سون ولا يصير عنده مشاكل. صحيح. معنى هالكلام دكتور أن ضروري جدا أن الإنسان يتابع على أنه يروح دكتور الأسنان ويسوي التنظيفات اللي هو يشيل الشوائب وأيضا الجير بين الأسنان، لأن ممكن أنت نسمع حضرتك بينت أن الشكل الجمالي من برا الأسنان زينة لكن المشكلة الأساسية بين الأسنان. نعم، عشان كذي انا اقول حق مراجعيني انتم يعطيكم العافيه تجون وكذي. احنا كدكاتره اسنان وظيفتنا كمدربين في الفريق. انا اقدر ادربك واعلمك بس ما راح ادش معاك بالملعب. صحيح. فالملعب عندك، فاتمنى انت تبيضها وتقوم. صحيح. ممتاز. ان شاء الله كلهم يقولون دكتور وان شاء الله يستمعون حق هذا الشيء. دكتور محمد عندي الكثير من الاسئله لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور محمد قلي. اليوم في فقرتنا بتكلم عن بعض الأمور اللي ممكن تزيد نسبة أو فرصة حدوث إصابة رياضية بالنسبة للأشخاص الرياضيين. فمثلا نشوف بعض الأشخاص اللي يسوون تمارين الإحماء ما يسوونها بالشكل الصحيح، فممكن يسوونها لفترة قصيرة جدا بالتالي ما يستفيدون من تأثيرها، أو ممكن يسوونها لفترة طويلة. لذلك من المهم أن الشخص لو بيسوي تمارين الإحماء يتأكد أنه قاعد يسويها لمدة تتراوح من 8 ل
10 دقائق، وتكون هذه التمارين مناسبة لنوع النشاط البدني. كذلك من بعض الأمور اللي تزيد من فرصة حدوث إصابة رياضية هي الاستمرار بممارسة التمارين عالية الشدة، لذلك من المهم التنويع ما بين التمارين متوسطة الشدة وتمارين عالية الشدة. كذلك لازم الأشخاص ما يزيدون صعوبة وكثافة تمارينهم الرياضية بشكل سريع ومفاجئ. كل هذه الأمور ممكن تعرضهم لخطر حدوث إصابة رياضية. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور محمد كنا قاعد نتكلم عن اللثه بشكل عام، وبينت لي ان في بعض المشكلات اللي تصير سطحيه في اللثه، وايضا بعض المشكلات اللي ترتبط في الاسنان وعدم التفريش او حتى وجود التفريش لكن بعدم تنظيف الاسنان بشكل جيد، خصوصا ما بين الاسنان. دكتور ابي اتكلم عن المشكلات شوي الصعبه اللي تصير فيها اللثه، وممكن انه يصير في التهاب عميق يوصل الى العظم. دكتور كلمني عن هذه المشكلات. نعم، لما نتكلم عن المشكلات هذه، لما نتكلم الشخص نفسه، المشكلات هذه تصير لما الشخص يهمل نفسه، تلاقي على المدى البعيد العظم بدا يتاكل والشخص ما يراجع. نعم. متى يراجع؟ لما اسنان بدات تتقلقل. هذا معناته العظم نزل لدرجه معينه ان الضرس بدا يتقلقل. حلو. في هذه الحالات لازم ننظف الاسنان تنظيفات عميقه عشان نحافظ عليها. عشان كذي انواع التنظيفات تكون مختلفه. اول شيء نبدي فيه يسمونه التنظيف العميق الغير جراحي، ننظف بطريق معين عشان نوصل لها. بعد ما سوينا هالشيء وتدخلنا للحين المشكله موجوده، جيوب عميقه ما قدرنا نوصل لها غير جراحيا، فنسوي شيء يسمونه التنظيف العميق الجراحي، اللي اثبتت الدراسات العلميه فعاليته انه يساعد في الحفاظ على الاسنان على المدى البعيد. وبعدين في بعض الاشخاص مثلا يكون عندهم امراض، مثلا امراض السكر. السكر مرض لا علاج، السكر مرض مزمن. صحيح. السكر مرض التهاب بالجسم ككل. نعم. فانت تتخيل الجسم والتهاب في عظم الجسم وعظم الفك، هم اثبتت الدراسات علاقه وطيده بين التهابات اللثه وامراض السكري. عشان كذي اللي عندهم امراض السكر لازم يكون على لثتهم. نعم. كذلك لما يجينا شخص تلاقي لثته وايد تعبانه، نقول له افحص حق السكر، ويكون في سكر وهو ما يدري عن الموضوع. ممتاز. دكتور شنو علاقه لون اللثه بالامراض؟ يعني في اشخاص دكتور نشوف ما شاء الله اللثه ورديه، هل معنى هالكلام هذا ان هي اللثه صحيه؟ وبعض الناس نشوف اللثه مثلا فيها سواد، هل معنى هالكلام هذا اللون هذا هل معناته انه هو مثلا يعاني من مشكلات صحيه في اللثه؟ نعم، احنا لما نتكلم عن اللثه بشكل عام، اللثه لونها الورديه تكون على حسب بشره الشخص، نفس ما احنا البشرات مختلفه. تمام. هم اصحاب البشره شوي سمراء شوي ممكن تكون اللثه غامقه، هذا طبيعي. تمام. ولكن لما نتكلم عن احمرار اللثه الطبيعيه ما فيها احمرار وما فيها دم. تمام. اذا كان فيها احمرار سواء كانت الورديه او غير ورديه، هني المشكله تكون فيها. اذا كان فيها احمرار والتهاب ودم قاعد يطلع من اللثه، هذا معناته ان اللثه ملتهبه. لكن اللون فقط مو هو مقياس، لكن اللون نعرف انه اذا كانت محمره شديده الاحمرار هني هذا يكون المقياس. ممتاز دكتور. مو غامجه وفاتحه. ممتاز. دكتور التدخين هل ممكن ياثر سلبا على اللثه؟ نعم، التدخين يعتبر نوع من انواع الامراض اللي لها علاقه وطيده بامراض ومشاكل اللثه. لما نتكلم عنها في لها سببين، اول شيء ان حراره شديده بالفم تسبب ان الحين تلاقي الشخص حتى لما يفرش ما يطلع دم. ليش؟ لان مقموت الجسم، مقموت ماسك الشيء هذا، فتكون عنده مرض ما يدري عنه. الشغله الثانيه نسبه تشافي الجسم بعد التنظيفات دائما لما تقمته كأنه ما وصل للدم، فشنو معناته يصير نسبه تشافي اقل. اكيد ابطا يصير. فهذه الاسباب اللي هي التدخين اضرارها. ممتاز. دكتور انزين السواد اللثه هل له علاقه في التدخين؟ في بعض الاشخاص نعم، اذا دخنوا ممكن يصير عندهم زياده في سواد اللثه، هذه من شغلات موجوده ولاحظناها. ممتاز. دكتور محمد قليبي، اسمي واسم اسره برنامج سوالف طبيه، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. الله يعافيك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، مع السلامه.